صباحكم زي العسل يا حبايب قلبي. يلا نقوم كده نغير جو ونخلي البيت يلمع. هنشتغل واحدة واحدة ومن غير ما نحس هنلاقي كل حاجة بقت فل، المطبخ منور والصالة مترتبة والمود بقى أحلى. جهزوا نفسكم بكوباية الشاي أو القهوة وتعالوا نبدأ الروتين سوا بطاقة حلوة وكلام يفتح النفس. النهاردة كان يوم مليان شغل كتير حرفيا، من أول الترويق لحد أحلى طبخة. استنوا معايا لنهاية الفيديو علشان تشوفوا أنا عملت صينية سمك بالبطاطس تحفة وخطيرة يا بنات. استنوا عشان تشوفوا عملتها ازاي في اخر الفيديو. يلا بينا نبدأ من الاول ونشوف الروتين كله مع بعض. عارفين ايه اكتر حاجة بتخليني احس ان بيتي دايما رايق؟ اني ما بسيبش اي كركبة تتراكم، حتى لو حاجة صغيرة بحب اخلصها في ساعتها. الموضوع مش محتاج وقت كبير، هو محتاج بس انك تقسمي شغلك. بصوا يا جماعة، في حاجة أنا بعملها وبصراحة بتنقذني من الكسل وبتخلي بيتي يلمع في وقت قياسي. اسمها إيه؟ اسمها ساعة الضيوف. فكرتها بسيطة قوي. أول ما بعرف إن في حد جايلي بعد ساعة فجأة كده بلاقي نفسي نشيطة، بلم وبكنس وبمسح وبروق كل حاجة كأني سوبر وومن. الغريب بقى إن الساعة دي بتخليني أخلص شغل كان ممكن ياخد مني يومين، وبجد بحس بعدها إني أنجزت وإن بيتي بقى ريحته حلوة وشكله يفتح النفس. بقى من يومها حتى لو مفيش ضيوف بقيت أتخيل إن في حد جاي وأعمل التحدي ده مع نفسي. بمجرد ما تعرفي إن في حد جاي حتى لو بعد ساعة بيشتغل عندك زر النشاط، فجأة بتلاقي نفسك بتلمي تكنسي تمسحي وترتبي كل حاجة في وقت قياسي. الفايدة مش بس في إن البيت بقى نظيف، لكن كمان بتحس بطاقة إنجاز عالية. بتلاقي نفسك خلصتي في ساعة اللي كان ممكن تأجليه، اللي كان ممكن كنت تأجليه يومين. والأجمل إن لو خليتيها عادة حتى من غير ضيوف، يعني تتخيلي كده إن في حد جاي هتلاقي نفسك بتنجزي من غير ما تحسي. وزي ما قلت لكم يا بنات ان احنا هنقسم الشغل، كل مرة تعملي زاوية ركن هتحسي بالفرق من غير ما تضغطي نفسك. وبصراحة الراحة اللي بتيجي بعد الترتيب احلى من اي حاجة، بتحسسك انك قادرة تبدأي يومك بطاقة حلوة. بصوا، السر في الطاقة طول اليوم بسيط جدا. اول ما تصحي اعملي حاجة بتحبيها، حتى لو كوباية قهوة او دقايق هدوء من غير تليفون طبعا. خليكي قاعدة كده بتبصي في السماء من غير ما تعملي اي حاجة. بعد كده قسمي الشغل، ما تحطيش كل حاجة مرة واحدة، خلي دايما اهم حاجة الاول، وانت كده كده هتلاقي نفسك انجزتي اسرع. اتحركي. الحركة في البيت او لو قمت كده مشيتي في الشقة رايح جاي عملتي حاجة هتغير مودك 180 درجة وهتتخلصي بإذن الله من الكسل. الأكل مهم، لقمة خفيفة بين الوجبات تخليكي محافظة على نشاطك بدل طاقتك ما تقع فجأة. يعني تاكلي حاجة كويسة تديكي طاقة ونشاط. احنا يعني كستات في البيوت بننسى نشرب مية، بننسى ناكل أكل صحي، فحافظي على صحتك علشان تقدري تكملي. وأخيرا خلي حواليكي حاجات تفرحك. يعني ايه؟ يعني خلي كده حواليكي في البيت حاجة، مثلا ورد شكله حلو، شغلي شمعة كده بخور أو حاجة ريحتها حلوة، هتلاقي مودك اتحسن. رش معطر طول اليوم، يعني خلي في حاجات صغيرة تديكي طاقة وحماس. انت اصنعيها. قومي شغلي قرآن بصوت عالي في البيت. بصراحة يا بنات احلى احساس في الدنيا لما تحسي بالراحة في بيتك، حتى لو مش كل حاجة فيه كاملة او زي الصور او زي البيوت اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا. الرضا بيخلي عينك تشوف الجمال في التفاصيل الصغيرة اللي عندك، زي لمعة الترابيزة بعد ما تمسحيها، ريحة الأكل الحلوة اللي انت عاملاها بإيدك. مش لازم البيت يبقى فخم أو واسع علشان تحبيه، أهم حاجة يكون فيه دفى، فيه لمساتك اللي بتحبيها من قلبك، فيه رضا في البيت، فيه ان احنا بنقول الحمد لله يا رب على كل يوم. جربي كل يوم تعملي حاجة بسيطة تحسسك بالراحة. يعني زي ما قلت لك، وردة في فازة، مخدة لونها حلو، ترتيب ركن بتحبيه، تغيير في ديكور كده في مكان معين. الحاجات الصغيرة دي بتعمل فرق كبير في إحساسك بالمكان. وأهم من كل ده إنك تبقي راضية. الرضا مش معناه إنك ما تحلمش بالأحسن، إن ما يكونش عندك طموح، بالعكس، لكن معناه إنك تفرحي باللي عندك دلوقتي وتحبي بيتك زي ما هو دلوقتي، علشان يبقى دايما هو أمانك وراحتك. اظن كفايه رغي كده بقى. يلا اقول لكم انا عملت صينيه السمك بالبطاطس ازاي.
بص يا ست الكل، مش كل الاكل بيتعمل بنفس الطريقة، في حاجات صغيرة بتفرق بين اكلة واكلة. النهارده هقولك ازاي تعملي اكله وتطلع حلوه وتاخد العقل. هقولك شويه نصايح عامه كده. اول حاجه، المطبخ النظيف بيخليكي تشتغلي وانت مرتاحه. حضري كل المقادير قدامك قبل ما تبداي، وحطهم في طبق او صينيه كده عشان ما تتلخبطيش وانت بتطبخي. السر كله في التتبيله، حتى لو هتسوي حاجه بسيطه، يعني شويه بهارات صح، نقطه ليمون، رشه كده من اي حاجه كده، فلفل اسود، هيفرقوا جامد في الطعم. ما تستعجليش على النار، الاكل الحلو بياخد وقته. يعني لو الحاجه محتاجه تتحمر او تتسوى على هدوء، نار هاديه، سيبيها تتشرب وتتظبط. تتبيله محتاجه تاخد وقت، سيبيها في التتبيله. على فكره الاكل مش بس مقادير، الاكل احساس. لو قلبك رايق وانت بتطبخي هتلاقي الطعم رايق برضه. جربي وقولي لي وانا صح ولا لا، يعني قولوا لي كده تجاربكم في الموضوع ده. صينيه بقى سمك بالبطاطس. جبت بصلايه متوسطه، قطعتها، ضفت عليها ملح وبهارات. البهارات فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا، شويه كركم، شويه كاري، كل حاجه يعني ربع نص معلقه صغيره كده، والملح ملعقه صغيره يعني على الكميه دي. بعد كده جبت البطاطس وقشرتها، قطعتها حلقات زي ما شفتوها كده، ورصيتها في الصينيه، وبرده يعني اديتها تقليبه كده مع البصل والتوابل عشان تاخد من الطعم. وكمان ضفت ملعقه صغيره مفرومه مهروسه من التوم، يعني ملعقه صغيره من التوم المفروم. تمام. السمك بقى بتاعي غسلته ازاي؟ غسلته بملح ودقيق، ودعكتهم كويس جدا في بعض. وبعد كده هضفت عليهم الميه، ما بغسلش السمك بخل. وبعد كده فضلت اغسله لحد ما الميه بتاعته بقت نظيفه جدا جدا، وضفته كده على الصينيه. سيبها على جنب بقى، وتعالي كده هاتيلي طماطميه، فلفل اخضر بارد او حراق على حسب ما تحبي، او واحده كده او واحده كده، ده اختياري. جبت الفلفل بتاعي، قطعته شرايح كده وحطيته على وش الصينيه. وبرده جبت طماطمايه وقطعتها شرايح وحطيتها على وش الصينيه. وفلفل الشطه ده حطيته سليم زي ما هو، ما قطعتوش علشان عايزه طعم حار بسيط جدا، مش عايزاها يكون حر. يعني لو هتحطوها سليمه هتاخدي حراره خفيفه، لو هتقطعيه هتاخدي حراره اشد تركيز، يعني تبقى حرارتها اعلى شويه. فانا حطيته كده سليم علشان عايزاها الحراره تبقى هاديه، مش عايزاها تبقى شطه يعني قوي علشان في اطفال. وكمان جبت حوالي ملعقتين كبار كده من الزيت وحطيتها على الوش. خلاص كده جهزت الصينيه بتاعتي، سهله جدا جدا. وانا هسويها الاول على البوتاجاز. حطيتها كده على البوتاجاز على نار متوسطه، او على نار متوسطه الاول، او عاليه لحد ما تغلي او الغلوه. بعد كده وطي النار ويغطيها ويسيبها بقى تستوي، وتابعها طبعا على النار. بعد ما تستوي دخليها في الفرن تحت الشوايه. هتاخد وش حلو كده، وريحتها كانت تحفه تحفه يا بنات. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسنيش من لايك وتعليق حلو زيك. فاهمه؟ يعني شجعيني، خليكي معايا. اكتبي لي في التعليقات عجبكم الفيديو، عجبكم طريقتي، عجبكم اسلوبي، عجبكم قناتي. قولوا لي يا بنات واشاركوني علشان يعني تشجعوني ان انا اكمل واديكم فيديوهات وافكار حلوه اكتر واكتر. كلامكم الحلو بيشجعني والله. ولو وصلت لحد هنا ما تنسنيش من دعوه حلوه. اضغطي اشتراك لو لسه مش مشتركه. ابعت الفيديو لحد عزيز عليك تحب ان هو يتعلم او يتشجع او ياخد اي فكرة او معلومة من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.